جماعة. طبعا كل اللي بيكلمني على شغل وكده فبقول له عندي ظروف عندي ظروف، ما بقولش لحد حاجة، بقول لهم ربنا يوسع رزقك وكده. ده مش موضوعنا، انا بتكلم انا تعبت، مش قادرة حتى اخدم عيالي يعني بصوا، ده عشان انا مش باكل. طبعا بطبخ اكل بيتي ومش عارفة، بس مش قادرة اكل، لان الاكل ده نعمة من نعم ربنا. مش قادرة اكل، ولو اكلت حاجة برجعها. تمام. طب اخده؟ طبعا مع حقنة كده قوية جدا، حقنة تانية صغيرة، الاتنين مع علاج وعلاج تاني. المهم برضه مش ده موضوعنا، ربنا يشفيني. انا مش زعلانة، ربنا يجعله في ميزان حسناتي. اي تعب انا بمر فيه ربنا يجعله في ميزان حسناتي. انما اللي تعبان في الموضوع كله هي امي 70 سنة. يعني اكتر حد هيحب عيالك ويخاف على عيالك هي امك، هي اللي هتجري على عيالك، هي اللي هتعمل امي اقسم بالله بتعمل الحاجة. هي 70 سنة عندها روماتايد وتعبانة مش حمل حاجة اصلا، تعمل الحاجة وهي بتعيط عشان خاطر العيال. طبعا العيال صغيرة وبعد امك، معلش هطول عليك الفيديو، بعد امك اخواتك البنات طبعا لو جنبك. انا مش عارفة لو الحياة من غير ام بتبقى ازاي، فربنا يخلي له امي ويديها الصحة وطولة العمر، لان هي بصراحة هي اللي سنداني في امور كتير. يعني لما بتعب وبقع ما بلاقيش الا هي. استحالة حد هيحب عيالك قد امك، اقسم بالله استحالة. ولا تقوليلي صاحبة ولا اهل جوزك، انسي. والله كنت مرمية اول ما تعبت، مرضتش اقول لهم عشان ما تعباش، قلت النهارده بس هتعب وبكره ممكن هفوق شويه ومع عيالي صعبوا عليا. طبعا انا لما بعيا بقول يا رب اجعله في ميزان حسناتي وبصبر نفسي، لان دوت بيبقى ابتلاء من ربنا والحمد لله على كل شيء. بس المره دي شديد، اول مره ابقى شديد قوي كده. يعني طبعا غير مرات الحمل وكده طبعا حمل بيبقى شديد، بس امك هي اللي هتخاف وهتحاجي على عيالك، وهي اللي هتخلي بالها عليهم، وهي اللي هي كل حاجة. والله انا عايشة بامي، والله انا ما اقدرش استغنى عنها. ربنا يخليها لي ويخلي امهاتكم يا رب. والله العظيم الوعكة الصحية ديت قلت يا رب، يعني انا اللي ما عندهاش حد فعلا وتعبت ومعاها عيال صغيرة تعمل ايه؟ لان انا اليوم اللي ما قلتش فيه لامي انا